بص عملنا ايه. بص العظمة دي. فايش صعيدي وعملناه من غير خميرة لبن. بس ليها بديل. ايه هو البديل؟ هنعرفه في الفيديو ان شاء الله. كملوا معايا الفيديو وهتعرفوا احنا عملنا ازاي الفايش الصعيدي ومن غير خميرة اللبن دي وبطعم خميرة اللبن وطعمه حلو جدا وهش وخليكم متابعين معايا ويلا بينا على الفيديو. بصي وعشان نعمل الخميرة علشان نعمل فايش من غير خميرة لبن. بصوا احنا حطينا كوباية لبن كده وعلى حسب طبعا المقدار، بس انا بقول لكم كوباية لبن. ودي قطعة خميرة بيرة اهي، قطعة خميرة بيرة دي وسمسم. وبعد كده هنضيف عليه الايه الدقيق اهو. بصوا ضفنا الدقيق كده. احنا دلوقتي من بالليل اهو بنلف ايه شوية الدقيق دول كده في اللبن اهو. من بالليل زي كده بنعملها. وبعد كده بنروح ايه بعد ما بنعجنها كده بنسيبها تخمر. اسمها بنلف العجينة اهي، نلفها كده اهي. هي كده عايزة حبة دقيق تاني اهو اهو. بنلف كده بتبقى نفس قوام العجينة بتاعت الفايش اهي. تعملها من بالليل، لو مش عايزه تعملها ما تعملهاش، بس الاضافه دي بتخلي طعم الفايش حلو، بتبان فيه ريحه اللبن اكتر. مش عايزه تعملي الاضافه دي ما تعملهاش خالص، يعني حط قدامك كده واعملها ببير عاديه خالص، بخميره بيره او خميره فوريه برضو هتبقى حلوه خالص اهو. بتخلص كده العجينه كده اهو اهي كده. بصوا خلصت وبنغطيها وبنحطها في مكان دافي. بصوا اهي كده خلصت اهي، بتتغطى وتتحط في مكان دافي. بصوا يا حبايبي النهارده ايه تاني يوم في الليل انا عملت معاكم الخميره دي كده. بصوا اهو، شايفين ما شاء الله طلعت ازاي؟ خمرت اهي ما شاء الله. ده لبن بودر، ده انا لسه ضايفاه دلوقتي اهو. ودي خميره فوريه. بصوا دفينا اللبن كده وبنحط شويه كده عليه بتدفيه. بس اي حاجه بتدفيها لازم تدفيها عشان احنا في الشتاء، عشان العجين يبقى دفيان. بتدفت كده اللبن وبتفضي شويه عليه كده وبنروح ايه عاملين كده اهو. قبل ما نضيف الدقيق كده بنخلط كده الخميره في اللبن في كله اهي يا حبايبي. بصوا نخلط كل ده كده الاول قبل ما نضيف ايه الدقيق عليها، ماشي. وبعد كده بنروح ضايفين ايه كميه الدقيق اللي معانا بالراحه كده اهي. وبنعجن بعد كده. بصوا يا مرات حطينا الدقيق كده وحطينا عليه السمسم وحطينا سكر وهنعجن العجين ده كله كده، وهقول لكم احنا هنعمل ايه بعد كده. عارفين الخميره اللي انا عاملاها من بالليل دي ريحتها كانك عامله خميره لبن بالظبط، بس عشان في ناس ما بتعرفش تعملها احنا النهارده هنعمله من غير خميره لبن وهنعمله بخميره عاديه خالص. بس ايه في تكه كده هتخليه طعم اللبن باين فيه. خليكم متابعين معايا. بصوا اخر حاجه بعد العجين انا بضيف الايه. احنا كده عجنا اهو، بصوا شايفين اهو عجنا اهو، ادي القوام اهو المطلوب. اخر حاجه بعد ما عجنا خالص بنحط السمنه. السمنه بتنعم العجين، وكمان بتبان في العجين. لما تحط السمنه في الاخر كده بيبقى الايه بتبقى السمنه باينه في الخبيز ويبقى دايب وحلو اهو. بصوا دي اخر مرحله للعجين وهنعجنها وارجع لكم بعد ما خلصنا العجين كده. بنيجي في الطرف كده وبنروح بصوا السمنه دي اهو عشان تدفي العجين في حواف البوله كده ولا المجور اللي احنا بنعجن فيه اهو. وفي حوافيه كده بتروح تدهني وشه ايه سمنه كده اهو. وبعد كده بنجيبه في مكان دافي وبنغطيه
عشان يخمر العجين يخمر بتاعنا. ماشي اهو، بس منظر العجينة هو ده القوام اللي احنا عايزينه، عشان لما تيجي تقطع الفيشاية ما تمسكش في ايدك، مش هتحتاج ان انت تتني ايدك كل شوية. بصوا يا جماعة العجينة اهو، بسم الله ما شاء الله خمر اهو، اللهم صل على النبي اهو، اللهم صل على النبي، ملا المجور اهو، اللهم صل على النبي، صلاة النبي. بصوا هنبدأ بعد كده ايه، هنتني الاول الصاجات اهي، تتنيها كده بفرشة كده ولا بحاجة اهي، تتني الصاج سمنة، ما تتنيش زيت، سمنة، هتتنيها سمنة. ماشي. وبعد كده بنقطع العجين ده، وهوريكم هنقطعه ازاي. ماشي، خليكم متابعين. ادي العجين اهو، بصوا بناخد حجم كده، بصوا اهو، بصوا شايفين اهي، هي دي القطعه اللي بناخدها عشان يلفها فيشايه. بصوا اهي، بتبرمي كده، بتلفي كده اهو، تلفي الفيشايه كده اهي، بصوا اهي. بنيجي كده في الصاج كده، بنروح راسينها كده، نيجي نعمل اللي بعد منها اهي، نفس الحجم كده اهو، تلفي كده. في ناس بتعملوا نظام كحك كده وجراس كده، وبعدين بتقطعوا بالسكين، ما بنقللش من طريقة حد، بس كل واحد وطريقته. بصوا دي الطريقة دي بتطلع حلوة جدا على فكرة اهي اهو، شايفين المنظر عامل ازاي اهو يا حبايبي. بنقطع العجينة بنفس الحجم، كله مقاس واحد، عشان لما ترصي في الصاج، بصوا كله مقاس واحد ازاي اهي، لما تيجي ترصيها في الصاج تبقى كلها ايه، مقاس واحد، عشان ايه بعد كده التحميص طبعا، عشان لما تيجي تحمصيه ما يعكسش معاكي وانت بترصيه في الصاج وانت بتحمصيه. وبنكمل بنفس الطريقة كده اهي، بنكمل كده بنفس الطريقة كده. بصوا يا حبايبي اهي، بصوا الصينية كده بالمنظر ده، لما اخلص اوريكم منظر السجار اهو، شايفين اهو يا حبايبي. ماشي يا حبايبي، هنجيب صينية تاني كده وهنشتغل، هنعمل ايه. بصوا بعد ما خلصنا كده تقطيعهم بنزلهم في الشمس، علشان ايه، علشان الفيش يعلى كده ويخمر، يبقى هش من جوه اهو. بصوا شايفين، خلصنا التقطيع بتاعهم وهننزلهم في الشمس عشان يخمر، وهوري لكم لما نيجي نشيله من الشمس، هوري لكم يعلى لغايه فين كده، لازم يملى الصياد كده لفوق كده عشان يبقى هش وحلو اهو، عشان يتحمر معاكي بسرعه في الفرن. بصوا بعد ما عيل اهو، ملى الصياد ما شاء الله، عيل لفوق كده. بصوا احنا بنحطه في الظل شويه، يعني ربع ساعه كده لغايه لما يهدى شويه، وبعدين بنولع له الفرن وبنحطه فيه. يعني انا ما بجيبوش من الشمس على طول اروح حاطاه في الفرن، لازم يهدى شويه في الظل الاول، يكون الفرن سخن كويس خالص، وبعد كده بندخله ايه الفرن. يبقى هنسيبه شويه في الظل كده لغايه لما يهدى الاول، يهدى الحراره بتاعته تهدى الاول كده، وبعد كده بندخله ايه الفرن. بصوا دخلناه الفرن اهو اهو، على درجه حراره عاليه كده، وبعد كده بتاخدي بالك منه على طول، هو مجرد ما بيعلى في الفرن بتروح ايه موطيه من عليه. هنقفل كده الفرن كده. بصوا مجرد ما يبتدي يحمر كده بروح موطيه خالص الشعله اللي من فوق دي، اوطيها خالص كده عشان ياخد راحته في السوا، لان الوش حالا بيحمر، فانا بوطي مجرد ما يبدا يحمر كده شويه بروح موطيه العين من فوق، وخليكم متابعين معايا. بص بقى، بمجرد خروجه من الفرن انا بتن وشه، بحط شويه سمنه كده وبتن وشه بالفرشه حبه سمنه. كانوا زمان لما كانوا بيجوا بيعملوه كانوا بيشيلوا حته عجينه من عجينه الفايش دي، بيشيلوها على جنب عشان يتنوا بها وش ايه، وش الفايش. دلوقتي طبعا احنا بنتنوا بالفرشه، احنا مش بنغرق الفايش كده سمنه،
حاجه بسيطه خالص كده، بتدي تلميع للايه، للفيشايه كده، بتخلي الفيشايه بتلمع وشها بيلمع كده اهو. بصوا بتخليها بتلمع بعد ايه، بعد السوا، بعد التحمير اهو. على فكره في بعض الناس ما بيعرفوش يعملوا الفيش ده، ما بيعرفوش يعملوه خالص، في بعضهم وبيشتروه من اللي هم بيعملوا ويبيعوا. وانا ما بقللش من اللي بيبيع على فكره، كل واحد ورزقه. بس عايزه اقول لك، انت لو عملتي الحاجه دي عندك في البيت، اتعلمي تعملي الحاجه، اسالي اللي ما يعرفش يسال. خش على اليوتيوب هتلاقي فيه ناس كتير عاملاه زي كده اهو. هتعرفي تعملي حاجتك في البيت، هيبقى حاجتك اللي هتعمليها في البيت انضف بكتير واحلى كمان من اللي ايه، من اللي هتشتريه من بره اهو. شايفين ادينا له تلميعه كده، والله مره على مره. يعني انت النهارده عملتيه مش حلو، بكره هتعمليه احلى اهو. بصوا شايفين ده دي فيشايه دي اهو. كل ده هنفرطه عن بعضيه كده، وهوريكم هعمله ازاي. ماشي حبايبي، خليكم متابعين معايا. بصوا شايفين السوا بتاعه اهو. بصوا اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا اهي واحده واحده، هو بس عشان لسه سخن ايه اهو. بصي الفيشايه هنفرطه كله كده عن بعضه بالمنظر ده اهو. اهي شايفين البخار اللي طالع، لسه طالع من الفرن طبعا اهو يا حبايبي. بصوا منظر الفيشايه، بسم الله ما شاء الله. اهي اهو يا حبايبي، الله بص المنظر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. نصلي على النبي يا حبايبي كده اهو. ريحته حلوه جدا ما شاء الله، ولا خميره لبن ولا اي حاجه خالص اهو. ده للناس اللي هي ما بتعرفش تعمل طبعا ايه الفايش اول مره تعمله، ولا تتعبي نفسك في خميره لبن، وهيبقى طعمه جميل جدا لذيذ جدا. اهم حاجه عجنيه باللبن وخلاص، هيبقى طعمه حلو خالص اهو. وريتكم من اول الخميره اهو لغايه دلوقتي اهو. خليكم متابعين معايا. لايك بقى يا جماعه الفيديو بقى، يلا اهو. الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين، وبيتفرط عن بعضه على طول اهو اهو يا حبايبي. بصوا بجيب نفس الصاج اهو، بروح رصه. بصوا شايفين الفيشايه اهي بصوا بالرص كده الفيش اهو، عشان هندخله يتحمر اهو يا حبايبي. ولازم نوطي عليه خالص كده، بتبقى العين الشعل واطيه من فوق وواطيه من تحت، علشان يتحمص حلو، يبقى من جوه كده ايه متحمص، ومن بره وكله ما يبقاش قلب الفيشاه من جوه يبقى طري من جوه. ما تطلعوش من الفرن غير لما يكون ناشف، يطلع من الفرن ناشف اهو. بصوا شايفين اهو. نرص واحده تانية اهي، وكله في اتجاه واحد. شايفين الحرف ده بحطه كده، واجي بقى ايه الحرف ده في نفس الاتجاه كده اهو عشان يبقى ايه الصاج مرصوص حلو يعني اهو. بصوا مقاس واحد ازاي ما شاء الله، الفايش كله مقاس واحد ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يلا حبايبي اهو هنعمل كده اهو هنرصه كده زي ما انتم شايفين كده اهو في الصاج كده اهو. سهل جدا وما فيهوش اي حاجه خالص اهو حبايبي. صلي على النبي حبايبي، نصلي على النبي. ماشي حبايبي يلا تشجعي كده، وقومي هاتلك 2 كيلو كده واعملي. انا عن نفسي لما بعمل ما بكترش بصراحه، لان هو بياخد وقت كتير قدام الفرن في التحمير بتاعه، فبعمل على قد الاكل كده وارجع اعمل تاني عادي اهو. ماشي يا حبايبي اهو. يلا بصوا اهو دخلناها الفرن اهو. بصوا الشعله موطينها خالص، وتحت برضو نفس القصه كده اهو. بنبدا في تحميره بنوطي عشان ياخد راحته في التحمير وينشف جوه الفرن، ما يبقاش قلب الفيشاه من جوه تبقى طريه، تدوسي عليها كده تلاقيها
طريه من جوه، لو كسرتيها تبقى ناشفه جوه وبره، تبقى مقرمشه كده وحلوه، ونفس الوقت بتبقى تحميرها حلوه وعلى الهادي وما تتحرقش منك. ماشي، فعشان كده احنا ايه بنوطي فوق وتحت كده، بنوطي الشعله اللي من فوق زي كده اهي اللي انتوا شايفينها دي، وبنوطي تحت برضو. ماشي حبايبي، خليكم متابعين عشان اوريكم شكل الفيشايه بعد كده بعد ما تطلع. بصوا بقى الجمال، اللهم صل على النبي. بصوا شايفين اهو، شايفين الله، شايفين الجمال، شايفين بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو، سامعين اهو والله اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، اهي سامعين، شايفين مقرمش ازاي من جوه، متحمر حلو خالص، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. لايك وشير بقى وسبسكرايب للقناه، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يلا سلام عليكم.